الجزائر القوة الضاربة اللي الجيش ديالها ما كيتقهرش، اقوى جيش، ما قدرش تشري طياره واحده لاخماد الحرائق. بل اكثر من هذا، تيكذبوا على الناس وتيقولوا لهم بان حشرنا كنادير. شوفوا هذا الفيديو. بولاية بجاية حطت منذ قليل هذه الطائرة التابعة لقواتنا الجوية. هذه الطائرة من نوع بي 200 ومن طراز كنادير، اقتنتها القوات الجوية الجزائرية من أجل المساهمة في إخماد النيران. هذه الطائرة التي تحمل أزيد من 12,000 لتر، مكونة من طاقم من قيادة القوات الجوية الجزائرية. دونك كيفاش كتملأ هي الخزان ديالها والكاميون ديال لي بومبيي حداها؟ من لهنا تنفهموا بان لي كاركتيرستيك ديال الطياره هذه ماشي هما لي كاركتيرستيك اللي كاينين في الكنادير اللي في المغرب. هاد الطائره هذه ماشي كنادير بطبيعه الحال. هاد الطائره هذه روسيه الصنع، وراه هو براسو راه كيوريها في التصويره. بار كونتر الكنادير راه ديال كندا، صنع كندي ديال بومباردي اللي حاكمينكم عارفينكم كالخيل، وتيوريكم في الاعلام هذوك الطائرات وتيقولوا على انها كنادير، حيت العقده ديال المغرب ديما حاضره. فتصوروا معايا الطائره هذه اللي كيوريو للشعب الجزائري في الاعلام ديال الجزائر على انها كتهز 12 طن، كيفاش غادي تسنى الكاميون ديال لي بومبيي حتى غادي يجي وغادي يعمرها، شحال ديال الوقت غادي تدوز، وغادي تقلع وغادي تمشي حتى لو بوان اللي فيه لانسوندي، وغادي تخوي هذاك وترجع عاوتاني، وغادي تجي تسنى شحال ديال الكاميونات خصها، شحال ديال الوقت خصها. بار كونتر كنادير في 12 سكوند 12 ثانيه كتعمر لي ريزيرفوار ديالها، وبالزربه كتقلع وكتمشي للديستيناسيون ديالها وكتخوي وكترجع عاوتاني. ويكفيها ان سطح الماء يكون بعيد على العمق بمتر و40. الطائرات الكنادير كيكون الاستعمال ديالها في واحد الوقت اللي هو من ماي حتى لاكتوبر، يعني في الوقت اللي كتكون الحراره، ومن بعد كيكون واحد الوقت اخر اللي ما كيتسماش استعمال، اللي كيتسمى الوقت ديال الصيانه، اللي هو من نوفمبر حتى لافريل. القوات ديال الجيش الملكي اللي هي القوات الجويه اللي قائمين على هذه الاسطوره ديال الجوي والحصري في افريقيا وعربيا كذلك، حتى هما ماشي بحال الجيش ديالكم، سواء في اليونيفورم اللي كيلبسوا، حتى في الوجه ديالهم، وحتى في الطريقه فاش كيهضروا ولا كيتكلموا، ولا في لا بريزونطاسيون ديالهم، كناس اللي هما اكفاء وقائمين بهذا العمل الجبار هذا، ناس منظمين ماشي بحال هذا النوع هذا. فالسؤال المطروح هنايا شنو هو؟ علاش الجزائر كتشري السلاح، كتصارع باش تشري السلاح، وما كايناش حرب، ولكن كاينه عندها حرائق كل سنه وخدت دروس على مر السنوات، وكذلك الفيضانات ديال تيبازا تا هما عطاو فيها درس. كاينين الحرائق ولكن ما كتشريش الطائرات، رغم ان المواطنين كيموتوا كل سنه، وكذلك جزء من الجيش ديالو على حساب لي ديكراسيون ديالو. فهذا السؤال هذا خصهم يجاوبوا عليه الجزائريين. وكذلك هاد الناس هادو اللي نتوما كتطبلوا ليهم ليل ونهار، اللي هما حاكمين لكم البلاد، واش يحبوكم كما كتقولوا نتوما باللغه ديالكم؟ كيحبوكم؟ اذا كانوا كيحبوكم فهذاك اللي مات واش خوك ولا لا؟ وقبل ما نسالي بغيت نقول للجزائريين، هنا خصكم تفهموا علاش الشعب المغربي تيبغي الملك ديالو، لان الملك ديالو كيخاف على الشعب ديالو، وكيضرب له 1000 حساب، وكيوجد له جميع المعدات واي حاجه اللي غادي تحافظ على السلامه ديالو. هذا جواب من العديد من التساؤلات اللي كتقولوا نتوما ديما علاش المغاربه تيحبوا الملك ديالو.